مساء الخير او صباح الخير على حسب ما بتشوف الحلقه. ليه الدبليو دبليو اي لما كانت تحت سيطره فينس ماكمان افضل بكتير قوي لما هي دلوقتي تحت سيطره تريبل اتش؟ طبعا انتوا شايفين دلوقتي في حاجات كتير قوي بتحصل غير منطقيه ومخليه فئه كبيره جدا من الجمهور غضبانين من اللي بيحصل في الدبليو دبليو اي. فتعالوا نحكي عن الاسباب وهنعمل مقارنه بسيطه بين المصارعه اللي كانت تحت ايد فينس ماكمان والمصارعه اللي حاليا تحت ايد تريبل اتش. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ويلا بينا. بالرغم ان فينس ماكمان مش الشخص كويس وطبعا هو له فضايح كتير، بس كله معترف ان المصارعه تحت ايد فينس ماكمان هتبقى افضل بكتير. فينس ماكمان مش مجرد شخص كبر اسم دبليو دبليو اي، ده خلى المصارعه الحره نفسها بقى ليها اسم وبتنتشر في العالم. قدر ازاي يدخل المصارعه في حياه الناس سواء بقى في بيتهم في شغلهم، خلى المصارعه حدث الناس تقدر تتكلم عليه. فينس ماكمان كان بيخلي المصارع مش مجرد مصارع يلعب حركتين وخلاص، لا ده كان بيخليه نجم. هو حرفيا كان يصنف ان هو صانع النجوم، كان قادر يعمل لحظات تتسجل في تواريخ المصارعه كلها. زي ما انتوا عندكم دلوقتي جون سينا، واحد من اشهر المصارعين في العالم، يعني ده اللي ما يعرفش مصارعه يعرف اسم جون سينا. عندك هالك هوجن المصارع اللي شهر الدبليو دبليو اي كلها وكان بدايه نجاح فينس ماكمان في المصارعه. عندك ذا روك اللي حاليا دلوقتي بقى نجم سينمائي، وعندك كمان ستون كولد ستيف اوستن اللي له شعبيه كبيره جدا برضه ومؤثر مع الجمهور. عندك واحد زي بروك ليسنر ظهوره بس كفيل يقلب المصارعه كلها. عندك مصارع كبير جدا دلوقتي زي رومان رينز اللي فينس ماكمان كان بيراهن عليه وعرف يكبره كويس لحد ما وصله انه يبقى واجهه الشركه. وزي ما انت شايف دلوقتي ظهور رومان رينز بقى بيقلب المصارعه ازاي وبقى اعلى مرتب في الاتحاد. ماكمان ما كانش بيبص للوقت اللي هو قاعد فيه، هو كان بيبص للنظره المستقبليه ان ازاي المصارع ده بعد 5 سنين هيبقى نجم كبير وعالمي. وللاسف ده اللي مفتقدات دبليو دبليو اي دلوقتي تحت قياده تريبل اتش، لانه فينس ماكمان عارف ان المصارع الكبير اللي هو بناه مصيره هيجي يوم ويعتزل او مش هيكمل، فمين اللي هيستلم الراي من وراه؟ فلازم قبل ما يكمل مع ده يكون بيحضر ورا منه او بيجهز مصارع انه يستلم الرايه ورا منه ويبقى هو النجم اللي شايل الاتحاد من بعديه. لكن تعالى بص للدبليو دبليو اي دلوقتي، هل هم دلوقتي محضرين حد ومجهزين ان هو يمسك الشركه ويبقى واجهه الاتحاد كمان بعد سنتين ثلاثه كده يعني مثلا ولا حاجه؟ لا طبعا مفيش الكلام ده. يعني بص الدبليو دبليو اي دلوقتي معتمد على مين من المصارعين؟ عندك كودي رودز، درو ماكنتاير، الاوسوس، سي ام بانك اللي يا دوبك محافظ على نفسه بالعافيه علشان يعرف يقدم في المصارعه، اللي هو اي اصابه اصلا كفيله تقعده في البيت لانه برضه سنه كبر. مين تاني برضه من المصارعين اللي هم معتمدين عليهم؟ عندك كوفي كينجستون، هو ميد كارد بس برضه لحد دلوقتي لسه الدبليو دبليو اي معتمد عليه. عندك جون سينا اللي هو خلاص قرب يفنش، فين بالور، ديميان بريست، ال اي نايت. نكمل تاني عندك سيس رولانز، اللي هو تعالى بص على كل اعمار المصارعين اللي انا قلت لك على اسمهم بما فيهم سامي زين وكيفن اونز، هتلاقيهم كلهم معديين ال 40 اصلا او على الاقل في بدايه الاربعينات، اللي هو صباح الفل. يعني ما احنا كلنا عارفين ان المصارع لما بيوصل لسن ال 40 ايامه في المصارعه ما بتبقاش زي الاول، بيبقى خلاص معتمد ان هو في اي وقت ممكن يعتزل، واخره في المصارعه ما بيكملش سنين كتير قوي. ومش كل مصارع يعني ممكن يكمل لل 50، ما بتحصلش كتير. عندك مثلا ايجي ستايلز 48 سنه، يعني هو خلاص سنتين وهيبقى 50 وهيعتزل، والاتحاد اصلا مش مديله حقه لحد دلوقتي، اللي هو انا مش عارف هيديله حقه امتى، يعني ده خلاص يعني هيطلع على المعاش. فمهم جدا بجد يعني حد يجاوبني، يعني مين المصارع اللي الاتحاد بيبنيه دلوقتي عشان هو يبقى واجهه الاتحاد؟ مين؟ برون بريكر؟ لا لسه فاضل له شويه حلوين. هو مصارع كويس ولسه تحت الثلاثينات واداؤه كويس جدا على الحلبه ويقدر يشيل، بس لحد دلوقتي الدبليو دبليو اي مش مدياله برضه القدر الكافي او الاهتمام الكويس ان هو يتبني يبقى مصارع كبير. مين تاني مثلا؟ فاللي هو يعني مين برضه يعني اللي ممكن يشيل الاتحاد من بعد رومان رينز مثلا ولا كودي رودز؟ دوم مثلا يعني لو ده اللي الاتحاد بيفكر فيه فهم يعني يلا. ما انا ما اعرفش يعني انتوا هتبقوا مستنيين ايه يعني من واحد عاق وبني الفورمه بتاعته من وجبات كنتاكي مثلا؟ ما انا مش فاهم ده ايه. لا فالاتحاد فعلا في ورطه، يعني هو المفروض يدي قدر شويه من الاهتمام للمصارعين الشباب، لان هو لازم يكون محضر المصارعين اللي يقدروا يشيلوا الاتحاد. كمان الدبليو دبليو اي الفتره دي ما بتلعبش غير على النوستالجيا بس، تحس ان هم مش عارفين يعملوا قصص جديده يقدموها، يا دوبك على قد ما يقدروا بيرجعوا اي مصارع قديم يعمل لهم يا دوبك الضجه والمشاهدات وبس كده. يعني عندكم مثلا مثال جون سينا اهو في جولته الاعتزاليه، عرفوا يستغلوا جولته دي؟ عرفوا يقدموا له مباريات كويسه؟ لا ولا اي حاجه، هم استغلوا من وراه بس، يا دوبك كانوا بيعرفوا يبيعوا من وراه ويستغلوا برضه بيع تذاكر وان هم يعرفوا يجيبوا فلوس من وراه بس. بجد هم حرفيا ضيعوا واهدروا اهم لحظات جون سينا، اغلب ماتشاته بين ينهاله من غير اي اصلا سيناريوهات ولا قصص، اللي هو طب ليه يعني كل ده؟
ده انتوا حتى خسرتوا جون سينا في ماتش سكواش اللي هو ما عملش اي حاجه خالص، طلع بس اتضرب من بروك ليسنر ومشي، في حين ان كان ممكن تقدموه على انه مصارع حتى لو خسر بس مش بطريقه كده مهينه، ما يبقاش عامل ماتش قوي جدا واخد 5 نجوم قدام كودي رودز ويطلع بالمنظر ده كده مع بروك ليسنر ليه يعني. واما الحاجه التانيه اللي مستفزه جدا وهو عدم الاهتمام بالمباريات، وان القصص بتاعتهم ما بقتش قويه، وده بيفقد الحماس الكبير جدا في المصارعه. اغلبنا دلوقتي بقى عارف النتائج من قبل ما الماتش يتلعب. انا عارف ان السوشيال ميديا اتطورت وده كفيل فعلا ان هو يطلع نتائج ويسربها بدري، بس فينس ماكمان ما كانش بيعرف يخلي الحوار ده يحصل معاه، ما كانتش كل ماتشاته تقدر تتنبأ هو مين اللي هيكسب، كان بيعرف يغير الخطط في ثواني بس بالمنطق اللي هو يقدر يفاجئك في المصارعه. فينس ماكمان كان عارف ازاي يقدر يرضي جمهور المصارعه، لكن حاليا ولا حد اصلا مهتم برأي الجمهور، يعني قولوا تقولوه واحنا نعمل اللي نعمله. فينس ماكمان من كتر حبه جدا في المصارعه كان بيدخل بنفسه فيها، كان بيضحي بنفسه كمان عشان المصارعه، كان قادر كويس جدا يعمل لك القصص بتاعت المدير الشرير اللي تكرهه بجد. فين بقى دلوقتي؟ مفيش شخصيه فيلن قويه جدا في المصارعه. فينس ماكمان لو جاب سيره عرض او لمح انه هيبقى فيه مفاجاه او اي حاجه كان بتحصل بجد، لكن تريبل اتش دلوقتي كل اللي بيعمله ايه؟ يعمل دعايه ويقول لك اتفرج وهيبقى فيه مفاجاه ولحظات قويه ومش هتتنسي، تخش تبص تلاقي ولا حاجه ولا حاجه بجد. ويا ريته كمان بيبقى عرض عدل، بيبقى عرض عادي خالص كانه ممكن يتلعب في اي عروض اسبوعيه زي عرض الرو ولا سماك داون، حاجه عاديه خالص، وده زي ما شفنا في عرض راس البلوزه. الدبليو دبليو اي محتاجه تغير من الخطط بتاعتها ويبصوا اكتر للجمهور هو ايه اللي رافضه، يمكن اهم حاجه لو عملوها هتفرق كتير في المصارعه، لان المصارعين الباقيين ياخدوا حقهم، مش كل حاجه كودي رودز. يعني درو ماكنتاير كان يستحق ان هو ياخد اللقب، راندي اورتن مهدور حقه بقاله كتير وبرضه يستحق ان هو ياخد لقب، او على الاقل يتعمل له قصص مهمه. حتى العروض الاسبوعيه الفتره دي هي اللي بتتعرض كل اسبوع، مفيش جديد، فبجد دبليو دبليو اي لازم تفوق شويه وتركز صح. وانت يا عم تريبل اتش شغل القرعه دي شويه بقى كده. انا كده يعتبر برضو ما اتكلمتش عن كل حاجه قوي، يمكن ذكرت اهم النقط بس اللي مخليه ليه الجمهور غضبان من دبليو دبليو اي. عايزكم تشاركوني ارائكم تحت في التعليقات وتقولوا لي برضو رايكم ايه اللي شايفينه ممكن عايز يتظبط في دبليو دبليو اي عشان ترجع تاني زي الاول بنفس قوتها زي ما كانت مع فينس ماك، فعايز اعرف ارائكم ايه. وهنا هكون خلصت. سلام.